ومثل ما شفتوا بالعنوان اليوم راح نسوي طريقة عمل الكنتاكي، طبعا بطريقة جدا سهلة وبسيطة، وأي واحد يقدر يسويها يعني بالبيت، مكوناتها بسيطة. ومثل ما شفتوا بداية الفيديو خليت الدجاج طبعا سلقته نصف سلقة، يعني ما سلقته سلق كامل. وهنا خليت كوبين من الطحين وكوب واحد من النشا، هذا نشا هسه خليته، واثنين طحين. وراح اخلي عليه بعض التوابل متوفرة عندي، طبعا مو توابل او البهارات مال الكنتاكي، طبعا خليت بهارات مال دجاج، وخليت خاشوقة مال كركم، خاشوقة مال شاي. هنا خليت ظرف واحد من ماجي الدجاج، طبعا يعطي نكهة كلش طيبة. وايضا راح اضيف ظرف واحد من الفانيلا، والمفروض اضيف ظرف من البيكنج باودر، بس قلت لكم ما متوفرة عندي المواد كلها. هنا خليت هيل مطحون، وايضا خليت قاشوقة مال شاي من الثوم المطحون، خليت ملح الكمية اللي انتوا ترغبون بيها. ونخلط المكونات الجافة كل زين، يعني مو تتجانس كلها سوا. لهنا حبايبي أقولكم مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. ورجعت وياكم اليوم فيديو جديد مثل ما شفتوا بالعنوان. وطبعا احنا بعد ما خلطنا المكونات الجافة قسمت المكونات الجافة إلى قسمين. هذا راح أسويه خليط للدجاج، أتبل بيه الدجاج ونو أرجع أخليه بالمواد الجافة. هنا خليت بيضة، وخليت أيضا حوالي خاشوقتين أو ثلاثة من الزيت. وهنا طبعا خليت مي بارد. وراح نخلط المكونات كل زين. شوفوا هنا شلون صار ويانا الخليط. طبعا هنا ضفت كاتشب حار، عندي أنا هذه النوعية زير. وهنا راح أطلع لي ملعقتين كبار كلش، راح أسويها للبتيتة. طبعا هنا أنا يكون مطلعة الدجاج ومنشفته وما بي أي سوائل. هذا الدجاج راح آخذ الدجاج قطعة قطعة. قربت لكم هنا الكاميرا، شوف شلون راح أخليه بالخليط السائل. طبعا أغمسه كل زين، يعني أخلي الدجاج يصير بيه الخليط كله. وراح أخليه بالطحين البودرة اللي سويته من ساعة وياكم. وراح أكرر هذه العملية على المكونات كلها الدجاج. وهنا شوف بعد ما خليته بالطحين ما ألزمها بإيدي، أخلي الطحين فوقاه، يعني أغطي الدجاج اللي خليته بالتتبيلة وأضغط عليه بهذه الطريقة. مثل ما تشوفون أضغط عليه على مود أخليه يصير بهذه المكونات الجافة كلش. وبعدين هيك يعني أنكتها نكتة بسيطة من الطحين الزايد وأخليها على صفحة لحد ما يصير ويانا بهذا الشكل. نعم. طبعا هنا جيت أنا سويته على السريع، الأطفال رادوا من يمي ماما أريد كنتاكي، وسويته بهذه الطريقة. طبعا طلع كلش كلش طيب. وراح أكرر العملية على المكونات كلها، العفو الدجاج، أكرر نفس الطريقة على الدجاج كله. ويقول مثلا البيضة تسوي زفرة أو يعني ريحتها تصير بالأكل، أبد ماكو كل زفر. هنا بعد ما خلصنا طبعا الدجاج كله سويناه بالتتبيلة وطحين.
هنا راح أخلي هذه الطاوة على الطباخ، وخليت لها زيت، بس طبعا هنا ضروري ما يكون الزيت حامي كلش، طبعا نص، النار تكون مالته وسط، لأن إذا خليتيه عالي راح يحترق وياك يصير أسمر، ما يصير شكله ذهبي. وطبعا هنا أنا قشرت البوتيتة وضفت عليها خاشوقتين الأكل اللي طلعتهن، وخليت وياها أيضا ويا هذا الطحين اللي بيه تتبيلة كاملة، خليت ظرف واحد من الماجي الدجاج. طبعا صار وياي مقرمش وشكله يخبل. شوفوا هنا بنات بعد شلون شكله، والطعم ما أسولف لكم إياه. ولهنا حبايبي نكون وصلنا وياكم لنهاية الفيديو، يا رب يسهمنا وسهمكم ألف عافية، وكتبوا لي بالتعليقات شنو أسوي لكم بالفيديو الجاي، مع ألف 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 سلامة، وانتظروني بفيديوهات جديدة. باي.